أمس الاثنين خرج فوزي القجع من الملاعب ودخل البرلمان، ترك غضبه ونرفزته وسجائره في منصة مولاي عبد الله وجاء إلى البرلمان ليقدم حصيلة تنفيذ ميزانية 2025. اش كاين في هذه الميزانية؟ ما هو جديدها قديمها، أي شنو تنفذ فيها وشنو ما تنفذش. هنا سنتحدث عن شيء أكثر خطورة من السياسة نفسها، إنها الأرقام التي لا تكذب عادة، لكن أحيانا لا تقول الأرقام الحقيقة كلها، يجري التلاعب بها، تأويلها، إظهار جزء وإخفاء جزء. يقول الإنجليز في تعريف الخبر في الصحافة هو معلومات تريد جهة معينة إخفاءها، وعلى الصحفي أن يبحث عن تلك المعلومات المتستر عليها، الباقي دعاية. فوزي لم يقل كل الحقائق عن أوضاع الاقتصاد في البلد، جاء ليقدم نصف الكأس المملوء فقط وترك لنا نصف الكأس الفارغ، وهذا ما سنقوم به في هذه الحلقة مع الأرقام الذي أعطاه هو، ماشي من عنده، كل شيء من عنده، لكن سنقرأ الأرقام بطريقة أخرى. الأرقام عادة التي تقال من قبل الحكومة في البرلمان وتكتب في تقارير المالية تصل إلى المواطن بشكل آخر. المواطن تقرأ ميزانية بلده في فاتورة الكهرباء، في سعر الطماطم في السوق، في أجرة شهرية خصها السيروم لتصل إلى نهاية الشهر، يقرأ أرقام المالية في فرص عمل غير متوفرة أو نادرة، يقرأ أرقام الميزانية في غلاء أسعار العقار والوقود واللحم والسمك. السمك حنا داخلين رمضان يرتفع الطلب عليه، وهذا يرفرف السمك وأثمنته في السماء. إذا قلت يوم الاثنين جاء وزير المنتدى في الميزانية فوزي القجع أمام النواب وقال بثقة: الاقتصاد المغربي بخير، المداخل الضريبية ترتفع، العجز مضبوط في حدود 3.5، الاستثمار الأجنبي يتحرك في اتجاه المملكة، والنمو أفضل من المتوسط العالمي. كلام جميل، ما عندنا ما نقوله، خطاب مرتب وحماسة زائدة في أوراق مطرزة كتبها أطر وموظفو وزارة المالية وقدموها لوزيرهم ليلقيها أمام نواب الأمة. لكن السؤال الذي يهمنا نحن خارج قبة البرلمان، احنا اللي يعني خارج هذه القبة، واش هذه الأرقام تمشي في الشارع، تركب في الحافلة، تقف عند الخضار وعند الجزار، تعرف أحوال السوق، تعرف أحوال الناس في المدن الكبرى والصغرى والبوادي والمداشر. هل بلد لمدخول معدل الدخل فيه الفردي كما قالت المندوبية السامية للتخطيط 21 أو 22 ألف درهم في العام، هل هذا اقتصاد بخير؟ هل ترفع معدلات الدخل الفردي هذا للمواطن، أم أن هذه الأرقام تمشي بسرعتين كما المغرب كله؟ اليوم سنقرأ هذه الأرقام، لكن ليس كبيان حكومي، بل كقصة سياسية واقتصادية واجتماعية بأبطالها وبضحاياها، بأسئلتها الكبيرة وأسئلتها المحرجة. ماذا تقول الأرقام اللي جاء بها الوزير للبرلمان؟ أولا تيقول الوزير بأنه المداخل الضريبية في ال4 سنوات الماضية، أي من سنة 2021 من إنجاز ما هو حكومة أخنوش إلى 2025، مداخل الدولة الضريبية ارتفعت ب 127 مليار درهم. لكي نفهم هذا رقم ليس صغيرا، على الأقل في محيطنا المغاربي والإفريقي. هذا الرقم 127 مليار درهم هو تقريبا الميزانية السنوية نتاع دولة إفريقية صغيرة أو متوسطة الحجم. إذا بلغة أبسط الوزير جا قال لك بأنه الدولة راه لا تدخل مداخل أكثر، طبعا كلها من عائدات الضرائب أساسا ومن الجمارك ومن أشياء أخرى أقل. أشنو معنت هذا؟ معنته أن سنة 2025 بوحدها نتكلموا عليها المداخل العادية للدولة وصلت إلى 424 مليار درهم، بزيادة في السنة بوحدها 53 مليار درهم، أي بالنسبة هي 14%. إذا فوزي ووزارته جمعوا الضرائب من المغاربة ب 53 مليار درهم أكثر من السنة الماضية، وداروا تقدم على مستوى النسبة 14% أكثر. لكن هذا الرقم إذا كان في شركة هو مدعاة، لأنه مجلس الإدارة غادي يصفق والمساهمين غادي يفرحوا وربما يعطيهم مكافأة للجيرون. لكن في الدولة شيء آخر. منين جاء هذا المال؟ هذا المال هنا دخل إلى قلب الاقتصاد في الدولة انطلاقا من جيوب المغاربة. دابا غادي نشوفوا شنو هو التوزيع ديالو، كيفاش وصلنا لهذه المداخل الكبيرة. الوزير يقول المداخل الجبائية أي الضرائب ارتفعت بحوالي 44 مليار درهم في سنة واحدة. نبدأ بالضريبة على الشركات. إذا الضريبة على الشركات قفزت من 71 مليار درهم إلى أكثر من 91 مليار درهم، بزيادة حوالي 29%. هذا رقم إيجابي على الورق، يعني أن شركات كبرى، البنوك، التأمينات، الاتصالات، المقاولات الكبرى، خصوصا هذول اللي يشتغلوا في المونديال، شركات العقار إلى غير ذلك، تدفع ضرائبها يعني بطريقة معقولة. بغينا نقول تدفع ضرائبها أو جزء من ضرائبها. لكن السؤال هنا المهم،
هل هذه الزياده في الضريبه على الشركات او ارباح الشركات واش لان الاقتصاد ينمو ويتطور، ولا فقط لان مفتشيه الضرائب شددت الرقابه الجبائيه على هذه الشركات، وانه لانفورماتيزاسيون تاع المصالح ديالها وتتبع الفواتير والصرف والحسابات عطاها مداخل اكثر، او لان بعض الشركات الكبرى اصبحت تحقق ارباح كثيره في زمن الغلاء وتضارب المصالح والتركيز الاقتصادي وغياب المنافسه. سؤال هذا الشيء خصنا نحفروا فيه، خص البرلمان يحفر فيه. هذا التصاعد على 20 مليار او كذا 20 مليار درهم اللي تزادت نتاع الارباح للشركات، شنو هو السر ديالها؟ طبعا الوزير ما عمرو تيعطيك هذه المعلومات. ننتقل الان الى الضريبه على القيمه المضافه، TVA. هذه الضريبه التي يدفعها الجميع بحال مثل الغني مثل الفقير. انت ايها المواطن تدفع في هذه TVA مثلك مثل اخنوش وبن جنون وبن صالح والصفريوي، مثل الموظف البسيط وربة البيت والعاطل عن العمل والطالب الجامعي، كلهم تأديوا بحال. ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة في 2025 بحوالي 8 ملايير درهم، وانتقلنا من 89 مليار درهم سنة 2024 إلى 97.7 مليار درهم سنة 2025. هنا بلغة بسيطة، بلغة الشارع، كلما اشتريت خبزا حليبا دواء تعبئة في الهاتف أو حتى دفاتر المدرسة لابنك، الدولة تأخذ معك من 10 إلى 20%. إنها شريك صامت في العملية، من تدفق حتى تتنعس، كل داك الشيء اللي شريتيه واستهلكتيه الدولة تأخذ فيه. ملاحظة هنا عندما تجد في أي بلد أن مداخل TVA هي الضريبة، هي المدخول الأول للدولة وماشي مداخل الضريبة على الشركات، جمع حوايجك وبدل هذا المكان، لأن هذا هو العنوان الأكبر للظلم الضريبي، لأن هذه الضريبة تستخلص من الفقراء ومتوسط الحال لأنهم الأغلبية في أي مجتمع. المفروض في بلاد رأسمالية أن تكون مداخيل الضريبة الأولى في البلد هي الضريبة على أرباح الشركات، ماشي على الرسوم التي تستخلص من جيوب المواطنين. ثم لدينا الضريبة على الدخل. الضريبة على الدخل أي ما يقتطع للموظفين المعلمين ولا في القطاع الخاص، الأطباء والمحامين والعمال الميومين وغير الميومين. هذه حتى هي ارتفعت الضريبة على دخل هؤلاء بحوالي 9.4%، لتنتقل من 59 مليار درهم إلى 65 مليار درهم. بمعنى آخر، جزء من هذا النجاح المالي جاء من جيوب أغلبية المغاربة الذين لديهم أجور متوسطة إلى ضعيفة. طبعا الدولة هنا عاوتاني زيرات، خصوصا في القطاع الغير مهيكل أو حتى في القطاع الخاص، لاستخلاص الضرائب. واحد العدد الفئات ما كانتش تأدي الضرائب ولا تأدي الضرائب أكثر. إذا دائما موارد الدولة تزادت من TVA وتزادت من ضريبة على الدخل وتزادت من ضريبة على الشركات، لكن بنسب متفاوتة. طبعا هنا الحكومة لا تتكلم عن ضريبة واحدة أخرى مقتطعة من أجور الناس من غير الضريبة على الدخل. هذه الضريبة هي ضريبة التضامن الاجتماعي. في كل بيت هناك عاطل على العمل، مسن بدون تغطية صحية، فقير معدم لم يتعرف عليه المؤشر الاجتماعي. ايش يدير؟ التكافل الاجتماعي، اللي خدام تعطي اللي ما خدمش. هذه أيضا ضريبة تؤخذ من جيوب الناس ومن متوسط الحال، مضاف إليها طبعا تكاليف التعليم الخاص التي تستنزف جيوب الفقراء ومتوسط الحال. لأن علاش؟ لأن الحكومة فشلت في إصلاح التعليم العمومي. إذن ها هما يعني مصاريف أخرى ما تتكلمش عليها الحكومة. في بلاد مداخلها 424 مليار درهم في السنة حسب الوزير، نخصص للحماية الاجتماعية فقط 37 مليار درهم، أي 8.7. هذا رقم مخجل. 8.7%، هذا رقم مخجل في بلاد ترفع شعار الدولة الاجتماعية. الآن نأتي إلى ميزانية الدعم التي أعلن عنها الوزير في البرلمان، قال راه تيدعم الكهرباء ب 4 مليار درهم. هذا مشكل، واحد ثقب اسود، مازال ما تنعرفوش كيفاش هادشي كله تيمشي. الناس يلقاو الفاتورات الكهرباء غاليه والدوله مازالت تدعم هذه الكهرباء. دعم القطيع الوطني يعني الخرفان ب5 والنعاج والبقر ب5.5 مليار درهم. دعم المقاصه مازال فيه 17.7 مليار درهم، فيها الخبز عمليا والبوطاغاز. السؤال كيفاش يصرف هذا الدعم؟ الحكومة مثلا السنة الماضية رفضت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في البرلمان لمعرفة مصير الدعم الذي يذهب إلى جيوب الفرقشية. لهذا من حقنا أن نشك في هذه الأرقام ونشك في العائد الاجتماعي على هذا الدعم. لمن يذهب يا حبيبي؟ وهنا يجب أن نكون واضحين. هذا واضحين هي عبارة محببة لفوزي تتكرر على لسانه كثيرا. تعميم الحماية الاجتماعية ما زال مشروع بعيد المدى، بعيد المنال. السياسة ليست فقط نوايا، السياسة نتائج وليس خطط. السؤال الذي يطرح في المقاهي وفي الأسواق وفي السوشيال ميديا: هل وصل هذا الدعم فعلا إلى من يحتاجه؟ هل المواطن الهش يشعر بأن هناك حماية اجتماعية أم يشعر فقط بالغلاء؟ الآن لنصل إلى بوابة المغرب، أي الجمارك. شحال دخلت هذه الجمارك؟ هنا كاين واحد المفارقة كبيرة. عرفت الرسوم الجمركية تيقولوا زاد دائما تصاعد كذلك في المداخل، ارتفاع
قال لنا فوزي بانها بلغت 17.2 مليار درهم في 2025. يعني خذينا رسوم جمركيه من عند المستوردين 17.2 مليار درهم، مقابل كانت هي 15.2 مليار درهم في 2024، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبه 12.9%. هذا رقم صغير جدا. علاش؟ مقارنه بحجم الواردات الكثيره المتناميه التي تغرق الاسواق من الصين الى اوروبا الى امريكا الى كل الدول تصدر الى المغرب. يخبرنا مكتب الصرف ان رقم الواردات داكشي اللي جبناه اللي دخلنا للبلاد الى غايه نوفمبر 2025 اي في 11 شهر فقط وصل الى 752 مليار درهم. ايوا واش من 752 مليار درهم يلا دخلتي ضريبه تاع 17.2 مليار درهم التي لا تمثل الا 2.3%. هذا امر يحتاج الى بحث، الى تنقيب، الى سؤال وجواب. واش كاين تهرب؟ واش كاين تزوير في التصريحات؟ واش كاين تزوير في القيمه؟ واش كاين تزوير في بلد المنشا؟ كاينين اتفاقيه تبادل الحر ولكن ماشي مع الدول كلها. اذا خصنا نطرحوا هذا السؤال، علاش مداخيل الجمارك ضعيفه الى هذه الدرجه؟ الاستثمار العمومي تيقول الوزير وصل ل 125 مليار درهم بزياده حوالي 6%. هذا الرقم بعيد عن المعلن في الميزانيه، ما يعني ان الدوله ما صرفتش كل داك الشيء اللي حطات في الميزانيه، تيقول 76% او اقل. معناه طرق اقل، مستشفيات اقل، مدارس اقل، موانئ اقل، بنيه تحتيه اقل. لكن هنا يطرح السؤال الذي لا يظهر في الجداول. اولا علاش الدوله ما تستثمرش كل الاموال المعلن عنها في الميزانيه؟ واش البيروقراطيه؟ واش الطريقه التي تشتغل بها الاداره؟ واش الضعف؟ واش غياب منظور؟ واش غياب التقاء السياسات العموميه؟ ومن بعد فين تيمشي هذا الاستثمار؟ لماذا لا نراه في مستوى النمو، في مستوى التشغيل، في مستوى القيمه المضافه التي المفروض ان يخلقها الاستثمار العمومي؟ واش يمشي هذا الاستثمار للمغرب العميق، للقرى والجبال والهامش والاحياء الفقيره في المدن، ام فين تيمشي؟ ام يتركز في المدن الكبرى، في المشاريع الكبرى وفي الجيوب العميقه؟ الاستثمار في السياسه ليس فقط اموال تصرف، بل خرائط ترسم، خرائط نفوذ، مصالح، امتيازات، اعفاءات الى غير ذلك. اذا لابد من طرحوا سؤال العائد على الاستثمار. الدوله هي المستثمر الاول في البلد، ولكن ما تنشوفوش العائد على الاستثمار. الان عجز الميزانيه، قال عجز مازال 3.5% وسيخفض. احنا ما كاينش ما تنخدموش حتى 2028 تيقول غادي يولي في 3%، يعني حتى تسالي هذه الحكومه. الدين العمومي الداخلي والخارجي سيصل حوالي 64% من الناتج الداخلي الخام. هذه ارقام طبعا تبغيها المؤسسات الدوليه، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف، تقول لك بالدوله تقول العالم باننا مازال تنتحكموا في الحسابات ديالنا، نقترض لكن بعقلانيه وعندنا قدره باش نردوا، وحنا مازالين في 64% من نسبه الناتج الداخلي الخام. ولكن المشكل ماشي هو القرض. اشنو تدير بالقرض؟ واحد، شنو تدير به؟ واش تستهلكوا؟ واش تستثمروا؟ شنو هو العائد على الاستثمار؟ ثانيا شنو هو السقف؟ لابد نتكلموا على سقف، والا غتبقى تقل بحال الفرد الا بدا يقترض. طبعا فرنسا والولايات المتحده الامريكيه فيها الدين يتجاوز 100% من الناتج الداخلي الخام، لكن هناك فرق بيننا وبينهم. مع ذلك دخل الفرد اعلى في فرنسا مثلا او في اسبانيا وفي البرتغال على المغرب. الخدمات العامه احسن، التعليم احسن، الصحه احسن. اذا ما كاين مشكل اذا اقترضت هذه الدول وطلع المستوى البلد والخدمات الاجتماعيه والدخل ديالو ما كاين مشكل. ولكن المشكله هي هنا الدين العمومي تيتزاد، ولكن ما تتزادش معاه دخل الناس، ما تيتزادش معاه الخدمات الاجتماعيه. اذا ما يمكنناش نستمروا غير هكا نبقاو نتناقشوا كل عام تنديو 3.5 4% نتاع العجز واكثر احيانا. طبعا هناك واحد الدين اخر مقنع هو التمويلات البديله. هذا تيخبيوه، هذا عجز هو. الدوله تبيع ممتلكاتها، مستشفياتها، جامعاتها، اراضيها وتتعاود تكتريها من الملاك الجدد، وهذا تيرفع طبعا ميزانيه السير. اذا لنخرج قليلا من الرباط وننظر الى العالم وما يجري فيه. في اسبانيا، في البرتغال، هادو شركائنا في التنظيم كاس العالم المقبل، الضرائب مرتفعه صحيح، لكن الخدمات الاجتماعيه كذلك فيها شبكه واسعه وجوده كبيره. المفارقه هنا في المغرب الدوله تحاول ان تاخذ من عند قد الضريبه الخارج وتعطيك خدمات نتاع افريقيا، نتاع الدول الناميه. الدوله تحاول ان تقف في نفس الطريق عندنا، لا هي دوله اجتماعيه كامله ولا هي دوله سوق كامله. نظام راسمالي غير مكتمل. الدوله تقف في منتصف الطريق، وهذا يعطي واحد الهشاشه سياسيه، لان المواطن يقارن اليوم بين اوضاعه واوضاع جيرانه في اوروبا، ينظر شمالا، وهنا تولد الاسئله الكبيره والتوترات اللي ماشي سهله. في البرلمان الارقام تتكلم بلغه انيقه: النمو، الديناميه، الجاذبيه، سلاسل القيمه العالميه، متوسط النمو العالمي، لكن الواقع شيء اخر. واش الناس تتحس بهذا الشيء؟ انت تخرج تشوف الراي العام كله تيشكي، اللي خدام تيشكي، واللي عاطل تيشكي، اللي تيدخل شويه تيشكي، واللي تيدخل بزاف تيشكي من حوايج اخرين، تيشكي من الفساد، من الرشوه، من مشكل الاداره، من مشاكل القضاء. الناس عندها احكام قضائيه لا تستطيع تنفيذها على الدوله. اذا
في نهاية الحديث الوزير شنو قال؟ بحال دائما وبحال الوزراء كلهم نسب هذه النتائج الإيجابية إلى نجاعة الاختيارات التي قادها الملك محمد السادس منذ سنوات طويلة. هنا ندخل إلى قلب النظام السياسي المغربي. الاقتصاد تيقول هذه الجملة نتاع فوزي القجع ماشي اختيارات تقنية، هذا ملف سيادي يرتبط بالسياسات الكبرى، الاستثمار، الديون، خيارات استراتيجية مرتبطة بمركز القرار. طبعا هذا يعطي من واحد الناحية نوع من الاستقرار، انه الملكية هي اللي ضامنة الاختيارات الكبرى الاقتصادية في البلاد، ولكن في المقابل هذا يضعف النقاش العمومي الحقيقي بين الناس، لأن البرلمان يناقش الأرقام لكن لا يناقش الفلسفة التي وراء الأرقام. أي النموذج التنموي الذي نريد؟ من يستفيد منه أكثر؟ من يدفع أكثر في هذا النموذج ويأخذ أقل؟ هل سينقلنا هذا النموذج اللي مشينا عليه سنوات هذه النموذج الاقتصادي وهو في الحقيقة نموذج سياسي؟ واش غيخرجنا من البلدان الفقيرة إلى بلدان صاعدة؟ البلدان الصاعدة عندها مؤشرات. حركة ضمير أصدرت في أكتوبر 2025 واحدة المذكرة هامة جدا عنوانها المغرب السياسي الذي نريد. أقرأ لكم منها فقرة لأنني أعتبر أن هذه الحركة وما تنتجه من أوراق ومن مقترحات ومن نقاش عمومي مهم ومهم جدا، وأتمنى من الأحزاب السياسية يطلعوا على هذه الأوراق ويتناقشوا مع الناس نتاع هذه الجمعية. تقول حركة ضمير ينبغي وضع حد لممارسات بعض المسؤولين السياسيين الذين يبالغون في إظهار قربهم من الملك أو يدعون عندما يتولون المناصب الحكومية أنهم لا يقومون سوى بتنفيذ السياسة الملكية. فمثل هذه المواقف تقوض حياد المؤسسة الملكية. الملكية خصها تبقى على مسافة وتحدث شرخ في الفصل الضروري بين الشكلين اللذين تجسد من خلالهما سيادة الشعب أي البرلمان والمؤسسة الملكية. لا يتعين على المغاربة أن يثبتوا باستمرار تمسكهم بشخص الملك، فالولاء لا يقاس بحدة الخطاب وبتكرار عبارات تمجيد. تقول حركة ضمير الولاء يقاس بالوفاء لثوابت الأمة، بنكران الذات لدى المسؤولين السياسيين في خدمة المصلحة العامة. هذا هو الولاء الحقيقي. نحن نرى، تقول دائما حركة ضمير، أن القرب الشخصي من الملك يفرض على المعنيين به أولا واجب التحفظ سواء في الساحة السياسية أو في عالم المال والأعمال، فلا ينبغي لأي مغربي أن يتذرع بالقرب ليستفيد منه بصورة غير مشروعة في علاقته بمغربي آخر، وعلى القانون أن يضمن التطبيق الصارم لهذا المبدأ. الناس الفوجي ما كاينلاش تجي دافع على حصيلتك انت وحكومتك، وخلي البرلمانيين وخلي الرأي العام يتذكر معك يتناقش معك في الأرقام وفلسفة الأرقام. انتهى كلام حركة ضمير. إذن ماذا نفهم من كل هذه الأرقام؟ نعم جزء منها أرقام إيجابية، تصاعد مداخل الدولة، الضرائب ترتفع وخا أحيانا ترتفع بطرق خشنة، وزارة المالية تحجز على حسابات الناس البنكية بسرعة وبتهور، وحتى عندما تخطئ لا تصحح أخطاءها، وتمنع في الوقت المواطنين من الحجز على حساباتها لتنفيذ أحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به. ترفض الدولة سداد يعني ما بذمتها، هذا مشكل كبير متراكمين دابا الملفات في المحاكم أن الدولة ما تتسددش، تتدير واحد أرضه تتخرج له المحكمة تعويض ما تيقبطوش وما يقدرش يمشي يحجز على الدولة باش يجبرها. هذا مشكل حقيقي. تقاس الميزانيات والأرقام بالإحساس العام، هل يشعر المواطن أن الدولة تمشي معه أم تمشي أمامه وتطلب منه أن يلتحق بها؟ هل هذه الأرقام اللي أعطانا فوزي وهي ناقصة كما شفتوا ما فيهاش نسبة النمو اللي هي كلها في هذه 4 سنين ما تجاوزاش 3.2. جل الخبراء يجمعون أن المغرب باش يحقق قفزة خصو من فوق 6-7%، وحنا بعيدين على هذا المستوى 7% النمو سنويا، حنا بعاد. إذا الدولة تنجح ماليا في الحفاظ على ما كان والعلو يسميه التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية. الله يذكره بخير مني كان في المعارضة. النموذج الاقتصادي اليوم اللي متبع في بلدنا شنو مشكلته؟ لا ينتج ما يكفي من مناصب الشغل، يعني 400,000 تقريبا تدخلوا مناصب الشغل، ما 100,000 ما كايناش اللي تتوجد مناصب الشغل. في المقابل هذا النموذج ينتج فوارق أو فائض من الفوارق الاجتماعية والمجالية، الفارق تتسع. ووسط هذا النموذج التعليم والتكوين معطوبان، الفساد والريع سيد السوق، الحكمة في خبر كان. نموذجنا الاقتصادي عالم هش مبني على اقتصاد فلاحي كيتاثر بالمناخ، طاح اشترى مزيان ما طاحش رحنا في مشكل، وهذا ما يمكنش يبقى راه جزء من الحداثه والعصرنه اللي عايشها العالم، هو انه ولا هو يتحكم بين قوسين في الطبيعه، في حين ان الاقتصاد الذي لم نصل اليه هو اقتصاد الصناعه والتكنولوجيا والابتكار، اقتصاد الكفاف لا يعتمد كليا على استيراد كل شيء من الخارج. هل رايتم كيف تتحول الارقام مره اخرى الى سياسه والى اختيارات سياسيه؟ لا تذهبوا بعيدا، مازال قدامنا واحد المحور ثاني، لكن هذه المره عنده علاقه بالاقتصاد في الديموغرافيا، كيفاش ولينا تنولدوا اقل عنا ودول اخرى. لا تذهبوا بعيدا، مازال قدامنا المحور الثاني من برنامج بودكاست كلام في السياسه. مساء الخير مجددا، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج بودكاست كلام في السياسه. هذه الايامات فرنسا تشكي وتبكي،
الجاري. لأول مرة تتقول منذ الحرب العالمية الثانية عدد الذين يموتون فيها أكثر من عدد الذين يولدون. بمعنى آخر أنها تعيش نزيف ديموغرافي حقيقي بطيء لكنه أكيد. معدل الخصوبة في فرنسا في تراجع، كل امرأة فرنسوية لا تلد إلا 1.5 طفل، أي كل امرأتين لا تلدان سوى 3 أطفال، وهو معدل بعيد عن الحد الأدنى من الولادات التي تجعل الخلف يعوض السلف. أي المعدل العالمي شنو هو الديموغرافي؟ هو 2.1 لكل امرأة، وليس حتى 2. علاش؟ تحسبا لوفاة النساء قبل الوصول إلى سن الإنجاب. إذا باش يوقع ليكيليبر كل امرأة خصها تولد 2.1. هذا مع العلم أن المهاجرين الذين يعيشون في الأراضي الفرنسية يتكاثرون أكثر من الفرنسويين، ولولا هؤلاء لكانت الأرقام مرعبة أكثر. لتقريب الصورة، تقريب هذه صورة النزيف الديموغرافي اللي حصل اليوم في فرنسا، عدد الفرنسيين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة غادي يولي في فرنسا قريبا أكثر من عدد الشباب اللي عمرهم قل من 20 سنة، يعني غيولي بلاد الشيوخ. علاش جبت هذه الهضره؟ ماشي فقط باش نعرفوا شنو جاري في بلدان اخرى، ولكن لاننا نحن في المغرب نسير على نفس النهج. فرنسا اللي يحتاج تقريبا لقرن باش تنزل معدل الخصوبه فيها، نحن لم نستغرق الا 30 الى 40 سنه حتى نزلنا نسبه الخصوبه عندنا. الارقام مره اخرى، الاحصاء اللي درنا في 2024 هو اخر احصاء قال لنا ان كل امراه مغربيه يلاه تتولد 1.97 طفل، يعني اقل من طفلين، اي اقل من عتبه تجديد الاجيال تلقائيا. ولهذا من المحتمل جدا اننا نوجدوا في الاحصاء القادم ب 2034 ان عدد المغاربه نزلوا على 37 مليون اللي اعلنا عليها قبل سنوات زياده. شنو هو دابا السبب؟ السبب طبعا في فرنسا. علاش؟ لانه عندهم دراسات، عندهم ارقام، عندهم احصائيات، يعني المعلومه سهله وفلويد وموجوده في كل مكان، ولهذا تيقدروا يعرفوا، عندهم طابلو دبورد المجتمع ديالهم واضح. السبب الذي يجعل المراه والرجل في فرنسا وفي اوروبا عموما يعزفون على انجاب الاطفال، الاسباب التي تقولها الدراسات والابحاث واستطلاعات الراي والخبراء، هي اولا الانتقال التدريجي من ثقافه واجب الانجاب، كانت المراه تقول خصني نولد، الى ثقافه الرغبه في الانجاب، واش نولد ولا ما نولدش، ولا خيار، ما بقاش ضروره. هذا التحول الذي انهى قرون انه كان فيهم النساء تعتبر الولاده شيء طبيعي بل واجب عليها، ما بقاش هذا، ولا خيار، مما جعل قرار الانجاب قرار مشترك معقد ويخضع اللي بغيت ولا ما بغيتش. السبب الثاني هو الخوف من المستقبل والهروب من مصاريف زائده تذهب الى تربيه الاطفال وتعليمهم وتخصيص مال ووقت ورعايه لهم. اذا الناس كاين الخوف من المستقبل في اوروبا وفي العالم كله. السبب الثالث هو نمط عيش المراه الاوروبيه الحديث، تريد الاستمتاع بحياتها، بشكلها، بوقتها، بصحتها، بسفرها، فهي اما تعزف عن الزواج او تعزف عن الولاده او تكتفي بطفل واحد لا غير، وهو لا يحقق يعني الخلف.